شوف يا بيه، اللي انت شفته النهارده ده يعني نتيجة طبيعية ما قبل اي حاجة. ماتش اهلي الترجي فرقتين اقل فرق في الثمان فرق اللي صعدت حقيقي، يعني انا ما شفتش فرق اقل من الفرقتين دول بجد. ماتش في منتهى السوء، فرقتين داخلين خايفين من بعض وعاملين حساب لبعض ازيد من اللازم، اعور وميت، يعني عيان وميت، سوري اي حاجة. دي مش كرة قدم، ده احنا ما بنلعبش كورة وبقالنا موسمين ما بنلعبش كورة، لكن كل مرة من سيء لأسوأ. النهارده العبقري بتاعنا خلاص بادئ بمين بقى؟ لانه بيسمع للسوشيال ميديا. خلاص الكل قال لك طب ما ليه ما نجربش بن شرقي مهاجم؟ راح عمل لك ايه بقى؟ حط شوبير لان الدور عليه، لان احنا ماشيين بالدور مش ماشيين بالاحقيه ولا اي حاجه. قدامه ياسر وهادي، على اليمين محمد بيه هاني فيرجن، الفيرجن القديمه بقى، يعني الاوريجينال اديشن بقى بتاعه. ويوسف بالعمري باك شمال. نص ملعب العبقري عباره عن اتنين موظفين، كوكا واليو ديانج، قدامهم الباشا امام عاشور، على اليمين اشرف بن شرقي، على الشمال تريزيجيه، ومهاجم وهمي فولس سترايكر هو احمد سيد زيزو، وهو بقى وبيبدلوا بقى، وفي حنجيله كده بتحصل. الماتش بيبتدي، فرقتين مش عايزين يلعبوا كوره، بسم الله الرحمن الرحيم. فرقتين واقفين عمالين ينقلوا كوره، خايفين ان هم يعملوا هجمات اصلا، الاثنين. وكرة وحيدة بتيجي في الشوط الأولاني لنادي الترجي، الكرة بالطب، اللعيب المهاجم بياخد ياسر إبراهيم في ظهره كالعادة، ياسر الزبون، وبيروح انفراد من الجنب قوي كده بيشوطها، شوبير بيصدها برجله. دي كانت أخطر كرة في أول ربع ساعة تقريبا. واحنا عمالين نتحنجل بالكوره، مفيش اي حاجه بنوصل بمنتهى السهوله، ده لو قررنا نوصل، لكن احنا مش عايزين نوصل، احنا رايحين نلعب على الصفر صفر، وده عمره ما ياكل عيش اصلا. واسوأ نتيجه هي صفر صفر. يعني اقول لك على حاجه، 1-0 زي 0-0. يعني احنا النهارده لو ما جاش فينا جول 1-0، تمام، زي 0-0. انا شايفها كده. اقول لك على حاجه كمان احسن. المهم، بنحاول نحنكش في اي حاجه، الحكم ان هو في كرات ما اداش فيها انذارات وكل كمان، ده ماما افريقيا ده تمام. خلاص بنحاول، تريزيجيه بيشوط واحده ارتو كده بتتصد، كور عرضيه، حنكشه. احنا ملوك الحنكشه، لكن ما فيش اي حاجه. في المقابل، اخر كره في الشوط الاولاني بتتلعب من ناحيه اليو ديانج، اللي المفروض ان هو سريع وبيغطي وبيقطع وكل حاجه. الراجل بيعدي من ناحيه الشمال بيلعبها عرضيه، وشوبير ربنا يكرمه شال هدف مؤكد مليون في الميه. الشوط الاولاني شوط سيء جدا، ولكن برضو الخطوره الحقيقيه عن طريق الترجي، عن طريق كورتين حقيقيتين، وبالذات الكره الاخرانيه بتاعت الشوط الاولاني. نعمل ايه بقى في الشوط الثاني؟ لا، نرجع اكتر وما نلعبش كوره اكتر. يعني انت حتى كان ليك بعض من الملامح في الشوط الاولاني مقارنه بالعكس اللي شفناه الشوط الثاني ده. دي مش كوره خالص، احنا ما بنلعبش كوره، ما بنلعبش كوره. بص، ما تكلمنيش على كوره، احنا ما فيش. لا، مدير فني مغيب، ولاعيبه ابسط قواعد كره القدم بتفتقدها: الاستلام والتسليم والرؤيه والباصه. المربع ده استلام تسليم رؤيه باصه، ده ما عندكش منه، ده ما فيش. دي حاجه بقى مش مدرب، ده مش شغل مدربين، دي قرارات لعيبه. فانا النهارده الماتش 70% لعيبه 30% مدرب. اي نعم، مدرب على الله حكايته، لكن في قرارات فرديه هي اللي ودتك للشكل الوسخ اللي انت شايفه النهارده ده. والكلام ما كانش هيتغير على فكره لو كانت طلعت 0-0. الشوط الثاني بيبتدي الترجي بيضغط اكتر، بيروح اكتر. مش بيروح عشان هو حلو، عشان انت ما عندكش اي رد فعل. لا عارف تدافع، ولا عارف تهاجم، ولا عارف تعمل اي حاجه، ولا عارف تمسك نص ملعب، ولا ليك اي شكل هجومي. وفي اللحظه اللي انت قررت فيها انك تاخد المبادره، في الدقيقه 65 او الدقيقه 64، عن طريق كرة بثلاث ارواح، يعني كرة بن شرقي بيقطعها بيشوطها بيصدها الحارس، تتلعب عرضيه، امام عاشور بيضيعها، قصه كده، تمام، يتحسب عليك بيلين طبعا هديه، وبيلنتي صحيح مليون في الميه، صح. ايه لعيب ايه يعني، بعملها كده يعني، انا ايه يعني، خير يعني. محمد هاني بيكمل الصوره النموذجيه ليه بتاعت الفيرجن الاصليه بتاعت محمد هاني. لاعب مفسد الهجمات، ضايع دفاعيا، واخد انذار من الشوط الاولاني. وعندك بقى لعيبه بقى بالزوفه بقى. انا النهارده هقيم اللعيبه، انا قررت ان انا اقيم اللعيبه كلها النهارده، واقول لك كومنت على كل لعيب باللي يستحقوا حق ربنا. طبعا بيجي فينا الجول الاولاني ردة فعل الزيرو،
0 يا كبير. طبعا انت قبل الجول او بعد الجول، بعد الجول يعني، انت الجول جه فيك مثلا في الدقيقه 70 حاجه كده، بعد ما فار خد له 5 دقايق لوحده واللعيبه واقعه وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده. جول من بينالتي. بتعمل ايه بقى؟ بتعمل تغييرات. طب تغييرات ايه بقى؟ مين بقى التغييرات العبقريه؟ مروان عطيه ومروان عثمان. مروان عطيه بينزل مكان كوكا. طب هو ليه كوكا لعب اصلا؟ وهل ده وقت ان انا لاعب كوكا اللي عمل بالمناسبه كوكا عمل واحده في الشوط الثاني تحفه. عمل واحده تفويته للكوره فاداهم هجمه كانت ممكن تبقى جول لولا شوبير. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه، الوحيد اللي يعني يستحق التقييم الممتاز بصراحه. غير كده انت مالكش نص ملعب، عندك لعيبه بتتحنجل، بس بتتحنجل. لعبت مروان عطيه مكان كوكا، ولعبت مروان عثمان مكان بن شرقي اللي هو كان احسن واحد بالمناسبه في الخط الامامي. احسن وحشين، مش ان هو جامد، لا هو احسن، على الاقل شايف عارف هو بيعمل ايه. بيستمر طبعا ضغط الترجي. انت فاكر ان انا هقول لك ان ضغط الاهلي؟ لا ضغط الترجي يا بيه، ضغط الترجي يا بيه. تمام، نعمل ايه بقى؟ نعمل تغييرتين كمان بقى في الدقيقه مثلا 86 بقى، على السن اللي نزل ده فشيخ، هيقلب الماتش في 3 دقايق. بتطلع امام عاشور وتنزل طاهر. تنزل طاهر بتنزل طاهر يا ناس، يا ناس. وبتطلع تريزيجيه وتنزل حسين الشحات. مركز بمركز قصب بقى، اي خرا، اي هبد وخلاص. ايه الفكره؟ ما حدش فاهم حاجه، محدش فاهم حاجه. ما نعرفش نعمل عرضيه عدله، ولا لينا شكل، ولا كوره، ولا اي حاجه يعني. مجمل فرصك ايه؟ الكره اللي عملها تشيبايا مروان عطيه اسمه ايه ده، حسين الشحات، اللي جه شوطها خبطت جت في الشبكه اللي بقى. هي دي خطوره؟ هجمه عشوائيه غوغائيه بالصدفه في وسط عك الماتش، وهي دي بس. انت كده انت جاي طالع قاطع كل التذاكر وطالع ورحله ومكلف وعامل وهروح يوم بدري عشان استعد للماتش كويس. هو ده استعدادك؟ ايه اللعيبه فطرانه ايه؟ فاتت كوارع اخير يعني. كل لعيب ايه مركب ايه كيس رمل في رجله ومش قادر يجري، مش قادر يجري. انت انا بكلم، انا مشكلتي الاساسيه مش في ان احنا خسرنا، لا، انا مشكلتي ان انا مش شايف ان احنا ينفع نكسب اي ماتش اصلا، اي ماتش في الدوري ولا في افريقيا. ما ينفعش يا جماعه، ما بنلعبش حاجه احنا، ولا حاجه، ولا حاجه. ما بنقدمش شيء. احنا فرقه اللا شيء، اللا هويه، اللا مركزيه، اللا اي حاجه، ولا حاجه. مبروك عليك الخروج يا كبير، ما فيهاش. ولو حصلت المعجزه واتاهلت هتخرج من سان داونز، ما فيهاش. مش هتاخد افريقيا. مبروك عليك الموسم الصفر اللذيذ. تنتهي المباراه بعد طبعا ما الترجي ضيع جول تاني من يانسيس، وهو في السكس يارد الكره ما عرفش يحطها في الجول يعني. الترجي الاكسبكتد جولز بتاعته النهارده طلع هم حوالي جونين ثلاثه حقيقيه في فرصتين بجوال. انت عندك مصطفى شوبير تقييم اديله كام؟ 10 من 10. 10 من 10. مصطفى شوبير 10 من 10. فيهاش، ما تحملش حاجه، ما حملوش. ياسر ابراهيم صفر. اتاكل عليه كور كتير قوي 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 النهارده، وبيتحط في المهاجم بحط في ظهره كذا مره وما فيش. هادي رياض 8 من 10. محمد هاني نيجاتيف زيرو، سالب صفر، نيجاتيف تحت. ما ينفع. لا محمد هاني، واحنا قعدنا نقول محمد هاني وكويس، موسم استثنائي، اعلى اسهامات، اعلى ما اعرفش ايه، اعلى موسم لمحمد هاني. لا ما يكملهاش. وبقاله كده 3 4 ماتشات هو رجع للفيرجن الاصليه بتاعته. يوسف العمري 2 من 10. مفيش. ما في قرارات بطيئه ومتاخره وضغط عليه في اكتر من كوره واتاخدت منه وخد انذار واي حاجه في منتهى الحزن يعني. احمد نبيل كوكا صفر. ما فيش اي حاجه، ما فيش اي اضافه لا دفاعيه ولا هجوميه. وزي كده انه كمان مش عارف هو متمركز فين، وكان هيتسبب لك في كره خطيره او هدف. اليو ديانج صفر. ما فيش. قرارات كلها غلط، لا بيعرف يستلم، وكل استلاماته غلط، وقراراته في الملعب غلط. هو جري وخلاص وعلى الفاضي. انتاجيه بلا سوري يعني، مجهود بلا انتاجيه.
فين؟ كل القرارات غلط يا جماعه. احنا بنلعب في تحضير الهجمه، بنلعب ناقص لعيب. انت لما بتدي الكره لأليو ديانج 80% منها طالعه غلط، او ما بيعرفش ان هو يعمل تيرن. هو ده اللعيب اللي راح فالنسيا. يا جماعه ازاي يسيبوه يمشي؟ كنتوا سبتوه يمشي في الشتاء، كنت سبتوه يمشي في يناير، وهات وفضي مكان للعيب وهات اي حاجه. يا جماعه ما فيش، لا وحش وبقاله فتره وحش على فكره، تمام، ودماغه مش معاك. مقعده بمناسبه ايه؟ قدام امام عاشور ايه؟ 1/10. يعني 1/10 بس عشان ما يبقاش فيه صفار كتير. ما فيش حاجه. فين الاضافه وفين القرارات؟ فين استحواذ الكوره؟ فين امتلاك الكوره؟ ده المفروض اللعيب الكوير اللي في نص الملعب مع الاثنين الدبل 6 اللي عندك. ما فيش. زيزو صفر، صفر صريح، كحكه كبيره. مفيش كوره اتقدمت من ساعه ما جه النادي الاهلي بتاتا. لعب في كل مراكز الهجوم، ما ادالكش اي حاجه. لعب في مركز 10 او مركز الثمانيه، ما عملش اضافه، وده كان احسن مركز لعب فيه على فكره. خلاص لعب الوينج رايت مركزه الاساسي، ما عملش اي حاجه، وما عداش من لعيب واحد لواحد. مش في الماتش ده، لا في الموسم ده. تمام. لعب في الوينج ليفت، مفيش. لعب النهارده راس حربه، ما اقدرش اقول، بس ما فيش كوره. تريزيجيه على الشوط الاولاني 2 3 من 10، الشوط الثاني صفر. بن شرقي 4 او 5 من 10. ليه؟ لانه لعيب عنده قرار واضح، لعيب بيعرف يحط الكره تحت رجله. في كذا واحد اتاخر فيه في الشوط الاولاني لكن كان اللي عنده الشكل الهجومي على الاقل، عارف يمسك الكره امتى، عارف يباصي امتى، كان عنده شخصيه وسط الفرقه اللي معاه دي. مش هقول لك انه كان جامد، لا، لو هو بيلعب في فرقه كوره هو هياخد صفر، لكن وسط اللي حواليه لا، ده بالنسبه لهم عنتيل. ده بالنسبه لهم عنتيل. اللي نزلوا بقى بيه مين اللي نزل؟ مروان عطيه ب2 من 10، ما فيش حاجه تذكر عملها. مروان عثمان صفر، ما فيش تحرك، بلا اي حاجه، بلا انتاجيه، بلا اي حاجات. لو حتى كره جه يستلمها وهيتعزم لسه وشوطه طبعا ما طلعت. حسين الشحات لا يقيم، لا يقيم. ولو ان يعني حسين الشحات تحس انه بيلعب وعايز يعمل حاجه. طاهر صفر. طاهر يعني مش صفر، هو طاهر لا يعني ابسنت. طاهر ابسنت النهارده، هو ما جاش. هو طاهر يعني ما تستناش منه حاجه، اذا كان لو لعب 90 دقيقه مش هيعمل حاجه. لما ينزل واحنا مغلوبين وبره ارضنا وبالمنظر ده وبالفرقه دي مستني يعمل حاجه؟ لا تقييم لطاهر، لا تقييم لطاهر. يستروب شكرا جزيلا على كاس السوبر المصري، ربنا يخليك. جبت لنا بطوله غاليه جدا، هي كاس السوبر المصري، كسبنا الزمالك بس. انجازات يستروب مع النادي الاهلي بتقف عند هذا الحد. لما هنطلع من دور الثمانية سيتم إقالته. موضوع باين زي الشمس وواضح للجميع، واضح للجميع. نهاية، هزيمة مستحقة 1,000,000%، مش عشان الترجي حلو، عشان انت زي الزفت وما بتقدمش كورة. والواحد قاعد ما كانش في دماغه انه يتعصب ولا يطلع يحزق ولا يقول اي حاجه، ولكن احنا ما عندناش كره قدم حقيقيه وواضحه للجميع، واللاعيبه ما عندهاش اي نوع من انواع المسؤوليه. لو اللعيبه كده لمت نفسها كده رجاله في الملعب كده، كانوا لعبوا كوره والله، بعيد عن مدرب، بعيد عن مدرب. اللعيبه دي لو معاها كارلو انشيلوتي بالمنظر ده بالاتيتيود ده مش هتديك كوره. الاهلي يحتاج لحسام البدري عشان يفور اللعيبه دي، يقعدهم دكه يذلهم. انا خلاص، انا خسرت دوري وخسرت افريقيا. اكسب بقى ما يقال عنه انه مبادئ النادي الاهلي. اكسب ان انا بعد الموسم الجديد ده موسم صفر. كل سنه وانت طيب، وقلتها لك من زمان وبتتاكد يوم بعد يوم. وجهه نظرنا مظبوطه 100%، واحنا بنفهم كوره اتخن من التخين. جهاز فني فاشل، لعيبه شبعانه يا كبير، شبعانه يا باشا. واي شود اي العب ليه؟ مفيش، ما عندكش كوره بتقدم فرقه انتجريشن. مش هيركب على بعض اللعيبه، مش راكبه على بعضها. واللعيبه يعني بص، هي مشاكل مركبه. يعني انت جايب بروفايلات لعيبه ما تركبش مع بعض، مش كده وبس. هما ما بيأدوش، مش كده وبس. والمدير الفني ضايع، مش كده وبس. والاداره ضايعه، يعني انها بتعمل صفقات في شينك وصفقات اي كلام، وبتلبس نفسها في دولارات كتير جدا بتدفعها على مدربين مشيتهم، وعمالين ندفع على مدربين كتير. اذا لنا الله كجمهور النادي الاهلي في هذا الموسم الاستثنائي اللي كنا متخيلين ان احنا هناكل اخضر واليابس، لا، احنا اللي بتلعب بينا الكوره. احنا بتلعب بينا كوره، انا ما بلعبش كوره. شكرا، سلام عليكم.